الدوري المصري على اعتاب بدء اول جولة. كنا حابين ندردش كده شوية قبل ما الدوري يبدأ. حابب اقول ان يا رب ما نشوف الفساد اللي داير تاني، يا رب ما نشوف المجاملات تاني، يا رب ما نشوف التأجيلات تاني، يا رب ما نشوف اللوائح المتفصلة تاني. عايزين نلعب موسم واحد من ال100 سنة اللي احنا لعبناهم، يكون موسم نضيف. زهقنا. لو في حاجة عايزين تعملوها وتدوا الدوري لحد معين ادوهوله من دلوقتي، لكن نلعب موسم نضيف المظبوط يكسب. لكن المقاوحة مع الفاشل عشان تديله الدوري بالعافية بنقص عنها عشان زهقنا. ده كلام سريع عن الأونطة والفساد اللي احنا عايشين فيه. لكن هنتكلم بقى فنيا وعن الزمالك عموما. الزمالك بنسبة 90% عمل تدعيمات بشكل كويس. مفيش حد السوبر اللي انت تراهن ان هو هيجي هيضرب نار عندك في النادي، لكن بنسبة 90% انت عامل ميركاتو محترم. جبت الى حد ما الاسماء الافضل جوه الدوري، مش كلهم طبعا، لكن الاسماء الافضل انت مراهن رهان كويس. مستنيين صفقتين 3 كمان. عدي الدباغ خلاص يعتبر في الطريق. بيتقال ان في صفقة وينج يمين حاجة توب التوب، وبيتقال ان في صفقة او 2 كمان هيبقوا كويسين تقريبا بقى من جوه الدوري او من بره الدوري، لسه مش عارفين. لكن بنسبة 90% انا شايف ان الزمالك 90% سد احتياجاته. طبعا في لعيبة من اللي جاية دي هتبقى مش قد الزمالك، بس ده هنكتشفه مع الموسم لما يبدأ. فاعتقد في يناير كمان هيبقى في تدعيمات تانية اقوى كمان. لكن الى حد ما دلوقتي الزمالك مقبول جدا الميركاتو بتاعه، ميركاتو محترم. جون ادوارد اعتقد هو الصفقة الاهم اللي تمت جوه نادي الزمالك، هو جون ادوارد عامل شغل هايل هايل هايل. مش بس في الصفقات وكده، في العقود وفي الفرقة وفي السيستم وفي الشغل المؤسسي اللي بيتم. الزمالك ماشي على طريق صح، يا رب نكمل عليه، يا رب المشروع والبلان اللي احنا حطيناه يكمل مظبوط ونكمله على خير ان شاء الله. اللي جاي كويس باذن الله. يوم الجمعه الزمالك هيلعب سيراميكا، يكون ماتش افتتاح دوري مقبول. نعمل اداء كويس، حتى لو مش اداء عالي، اداء كويس لبدايه موسم. تكسب الماتش هيفرق معاك جامد. اللعيبه الجديده، الصفقات الجديده تاخد ثقه. واحده واحده المشروع يكتمل، واحده واحده البلان اللي احنا حاطينه الناس تطبق على بعضيها بس. واعتقد بنسبه كبيره جدا هيبقى في تحسن بشكل مش طبيعي ان شاء الله. موسم مقبول للزمالك، وان شاء الله موسم خير لينا كلنا، ومع بعض كل يوم ستوري ان شاء الله.